السلام عليكم. كبرت من صغري مع والديا، هازين الحمل ديال الدنيا وحدهم ومخرجيني سوق الدنيا وما يجي منها. إلا مرضت ما نضرب حسبة، وإلا تخصيت من شي حاجة ما ندير حتى شي مجهود ديال العقل والتفكير باش تكون عندي. هذا من الطفولة ديالي، وحتى من اللي وليت كبير يعني راشد وخدام، وقبل ما نتزوج مخلي والديا وهما اللي كيعملوا في حياتي كل من هي حاجة كتعجبهم، بلا ما يكون عندي شي رأي في أي مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة. هما اللي كيلقاو ليها الحل. كنت كنعرف غير الخدمة والقهوة والدار والصحاب، وداير دارنا غير للماكلة والنعاس وحوايج اللباس اللي كتوجدهم الوالدة. قصتي الحقيقية بدات من واحد النهار ملي الوالد ديالي الله يذكره بخير وبلا عكز عليه قال لامي بيني وبينها باللي ناوي وباغي يزوجني، وبشرط تكون هاد المرأة تقبل باش تسكن معنا في الدار وما تخمم لا في مصروف ولا في كسوة، هو يتحمل كل المسؤولية. هذه واحد الكلمة كنقولوها لكل الوالدين باش يربي ولادهم ويخليوهم يتعلموا باش يهزوا المسؤولية، حيت الوالدين ما دايمينش ليهم في الحياة. حتى حد ما يقدر يكون في بلاصة حد، وصعيب باش تحيد شي واحد بعد الفعيل اللي تربى وكبر عليها. والمثل العربي كيقول باللي من شب على شيء شاب عليه. وهذا المواطن اللي كيحكي لنا القصة ديالو كبر في واحد الفاميلة اللي كتدير ليه كل صغيرة وكبيرة، وباش تكون الفايدة نزيدو نسمعوا ليه وهو كيكمل الحديث ديالو. وحيت انا ما ولفتش راسي على المسؤولية، خرجت راسي من المسألة وخليت امي هي اللي تختار لي الزوجة بلا تدخل ديالي، حيت ملي سمعت الخبر وليت كل اللي كنترعد وما عرفتش باش تبليت. وحتى صحابي ما قدرتش نعلمهم او ناخذ رايهم، حشمت منهم اولا، ثم ما كانش عندي اللسان باش نقول لهم على زواجي. ونقول لكم الصراحه خفت لي يضحكوا عليا ويديروني نكته. انا عارف باللي هذا غير وسواس، ولكن خليتها تكون افكاري. تصوروا وليت كنحشم نتلاقى مع با وحتى امي، حيت اولا وقبل كل شيء فكره الزواج هي مسؤوليه، الشيء اللي ما تربيتش عليه. هاد الام اللي تحركات باش تشوف لي بنت اختها، يعني بنت خالتي، باش تكون هي الزوجه ديالي. هاد البنت اللي عمرني ما كنتش دايرها في حسابي، وكان حشم نسلم عليها باللي كانت كتجي عندنا مره، وعمرني ما نويت تكون زوجتي ولا داز بالي هاد البنت اللي عندها 22 عام، يعني صغر مني ب6 سنين. الزواج هو اولا وقبل كل شيء كيكون عن اقتناع، ثم ثانيا اختيار. ولكن في الحالة ديال هذا المواطن كالقوم ما عنده لا اختيار ولا اقتناع، لكن مسلم امره لوالديه وما عطى حتى شي راي، واخا هو المعني بالامر. اكثر من هذا اصبح خايف من الزواج وما قدرش يقولها ولا يصرح بها. هذا الشيء كله هو الهروب ديالو من المسؤوليه، وما يخفاش على شي واحد باللي الزواج هو قمه المسؤوليه. وباش نعرفوا اكثر نسمعوا بقيه القصه ديالو. باختصار ما شاوروني والدي حتى في شي حاجه كتهم زواجي ببنت خالتي، ولا انا كنت مستعد باش نعطيهم رايي. وكل ما قرب وقت العرس كل ما كبر عندي الخوف. والبنت شفتها مره واحده من بعد ما خطبوها ليا، وكان كل شي حاضر، وكنت كلي انا عرقان وحشمان. المهم داز العرس والزوجه في دار والديا اللي تكلفوا بكل شيء، وهنا مجوج وما كنقوم حتى بشي واجب من اللي كيخص الزوجه من حاجيات ديال الدار او لا الكسوه ديال الزوجه، او نخرجها تقضي شي مصالح كتهم زواجنا او كتهمها. وما نخبيش عليكم خالتي ما كانتش راضيه، ولكن ساكته وما باغاش تخسر اختها الخاطر اللي هي امي. وكنظن باللي الزوجه شكات لامها، اما انا ما بدلتش العاده ديالي، يعني من الخدمه للقهوه حتى دوز وقت كبير عاد نمشي للدار. اما ايام السبت والحد كنبقى فيها ناعس حتى لواحد الوقت معطل، نلقى الفطور ثم كنمشي للقهوه حتى ل3 أو 4. ونزيد نقول باختصار باللي ان الزوجه حملات
والاب ديالي هو اللي تكلف بها وبكل الحمل حتى ولدات بلا ما نحضر انا للمستشفى. ولكن كان الاب والام ديالي حاضرين مع خالتي وزوجها، وحتى الاسم ديال ولدي اختاروا الوالد اللي قام بكل شيء. في الحقيقة الزواج هو شراكة ثم مسؤولية، وفي القصة ديال هذا المواطن كنلقاو باش يكون بعيد على باش يكون زواجه صحبة أو صداقة، ومن المحبة ديال الوالدين اللي ما بغاو ولدهم يضرب حسبة حتى لشي حاجة، ولكن ما عرفوش باللي كيضروه هو والزوجة ديالو، حيت خرجوه السوق وخداو منها كامل المسؤولية. وصحيح الكلام اللي كيقول باللي من الحب ما قتل، حيت كثرة المحبة كتفسد التربية. والمثل المغربي كيقول أيضا باللي ولاد الفشوش كيكبروا عوجين. ودابا نخليو هذا المواطن يكمل القصة ديالو ونسمعوا ليه. واحد النهار من أيام الله الزوجة طلبات باش تعزل على والديها وتسكن معايا في دار أخرى، حيت إما عيات أو نصيحة جاية من أمها. أنا قلت ليه حيت إما عيات أو نصيحة جات من أمها. أنا قلت لها باش تشوف مع والديا، حيت أنا ماشي شغلي وما عندي ما نقول في القضية. ومن طبيعة الحال وقع خلاف كبير ما بين الزوجة والوالدين ديالي وخالتي اللي هي أمها. هذا الخلاف خلاها تمشي غضبانة لدارهم. أما أنا ما عرفت ما ندير قدام والديا، وملي بغيت نقول شي حاجة في الموضوع با كينهض فيا ويقول دخل سوق راسك، ثم عطى الله العيالات وأنا قاد بشغلي. كنحضر راسي ونسكت، وباش نصارحكم أكثر نقول لكم باللي ولفت زوجتي الصبارة، وعاد عرفت باللي كنبغيها ولكن ما عندي حيلة قدام أمي وبا. الحصول الزوجة جلسات في دارهم غضبانة في واحد المدة ديال شهرين بلا ما يوقع تفاهم بيناتنا، حيت والديا كانوا كيسيروا كل الأمور. ومشيت مرة بخزنة وأنا حشمان باش نشوف ولدي في واحد المدة ديال ساعة، ورديت القضية لوالديا. ومن بعد الزوجة طلبت الطلاق ومعها الحق. وبلا ما نطول في الموضوع وقع الطلاق بسبب والديا تكلفوا بالنفقة ديال الولد الصغير. وغادي نكون منافق إلا قلت لكم باللي ما بقاش فيا الحال، وما عرفت واش نتبع مراتي ولا نتبع والديا اللي ولفوا باش يديروا كل شيء ويخرجوني السوق. هذا المواطن كما كيقولوا حاصل ما بين زوج عوافي، وعطى ظهره للمحنة والقهرة. وحنا زادنا تشويق للنهاية ديال الحكاية ديالو، الشيء اللي جا في كلامه ملي زاد كيقول في هذه المدة فكروا والديا باش يمشيو يخطبوا ليا من مدينة مكناس بلا ما يشاوروني أو ياخذوا رأيي، وكنت أنا آخر من يعلم وما عندي حتى شي علم أو معرفة بالزوجة ديال المستقبل. وفي هذا الوقت بالذات دازت الفترة ديال عدة الطلاق من زوجتي وبنت خالتي وأم ولدي الصغير. تقدم لها واحد السيد كبر منها ب15 عام ولكن فلوسه، وعارف القصة ديالها كلها، وقبلاتو تزوجات به، وهما الآن كيعيشوا مزيان على حساب ما كيوصلني. وبقى فيا الحال ملي قطعت الزيارة ديال ولدي الصغير، واش بدافع الغيرة أو ما رضيتش يكون ولدي في تربية راجل آخر ويكبر معاه ويقدر يقول ليه بابا. المهم والديا وجدوا روسهم باش يمشوا لمكناس عند نسابي جداد بلا ما يخبروني. قالوا لي باللي غاديين يمشيو يصوبوا لي حياتي، وباللي عاد لقاو الطريق الصحيح مع هاد الناس اللي لاباس عليهم حتى إلا ماتوا خلوني في النعمة والخير. ومن طبيعة الحال سلمت أمري، وكان رديه هو اللي تشوفوه مزيان ليا ديروه. وفي قلبي تنهيدة وغصة على زوجتي الصبارة وعلى ولدي الصغير وباقي نعقل. واحد الصباح ديال السبت فاقوا وسافروا المكناس بلا ما يخبروني وخلوني ناعس، انما لقيت عند راسي ورقه كتقول باللي راهم في طريق لمدينه مكناس. في هذيك الساعه بحال الا جا شي واحد وحيد عليا شي غشاء على عينيا ونبه لي لحالي، وليت راجل تاني بكل قوه وعزيمه، ويخلوني نصوب حياتي بيديا وما عليهم غير يباركوا ليا، حتى الا خسرت او ربحت نكون انا المسؤول، ويبقى الاحترام بيناتنا، واجب الطاعه اللي امر بها الله بلا ما يوصلهم مني حتى شي ضرر، وما عليا غير نهزهم فوق كتافي، وبركه ما نبقى راجل بلا مسؤوليه. وهذا الشيء راه في مصلحتهم، هذا الشيء اللي داز في مخي وقررته.
في العشيه ديال داك النهار جاتني الخبار وتمنيت الموت في عوض ما نسمع هاد الخبار. وبلا ما نتوقف نقول لكم باللي والديا في طريقهم لمدينه مكناس وقعات لهم حادثه سير بالسياره ديالهم ومشاو عند الله نطلب لهم الرحمه والمغفره. ولكن انا بقيت وحدي وما نعرف ما ندير، وكل شيء جاي من المحبه الزايده ديال والديا، ونتمنى باش تكملوا مع عندكم. كنظنوا باللي اي تعليق من عندنا ما غاديش يكون في المستوى ديال القصه ديال هاد المواطن. نخليكم نتوما تحكموا، والسلام حتى نلتقيو بكم من جديد ان شاء الله مع قصه جديده من قصه مواطن.